هذا بلاغ للناس ولينذروا به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: كان لنا أمانان، أي أمان من العقوبة والعذاب. كان لنا أمانان ذهب أحدهما وهو كون الرسول صلى الله عليه وسلم فينا، وبقي الاستغفار معنا، فإذا ذهب هلكنا. قال جل وعلا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وهذه هي والله النعمة، فلقد حرمنا صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا الله سبحانه وتعالى بنعمة الاستغفار بعد الذنب، ومن منا بلا ذنب. نعمة الاستغفار يجدد بها المرء عهده مع الله سبحانه وتعالى، عهد الطاعة، عهد المتابعة، عهد مدافعة وساوس الشيطان. بالاستغفار يطهر المرء نفسه من أدران الخطايا. بالاستغفار يحقق المرء الميلاد الجديد، الميلاد القريب، الميلاد السعيد. فالحمد لله على نعمة الاستغفار، فلولا فضل الله سبحانه بقبولها لكنا أسرى خطايانا، لا ننفك عنها ولا تنفك عنا. اللهم لك الحمد على فسحة الأمل والرجاء والاستغفار. الحمد لله على قوله سبحانه وتعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الحمد لله.